شو ألوان الموضة لموسم خريف شتاء 2023-2024؟ إذا حابين تعرفوا فرجوا على الفيديو. شو ألوان الموضة لخريف شتاء 2023-2024؟ شو الألوان اللي حنلبسها وشو حنكون لابسين؟ الألوان اللي ظهرت بعروض الأزياء العالمية وأسابيع الموضة العالمية كانت ألوان كتيرة قوية وجريئة. طبعا كان في الألوان الكلاسيكية والأبيض والأسود اللي ما بيغيبوا ولا موسم. من أهم الألوان لهيدا الموسم هو اللون الأحمر، اللون الأحمر بالدرجة النارية. هيدا اللون كان موجود بمعظم عروض الأزياء العالمية، وهو لون الحب والجرأة، وبيعكس الشخصية القوية والثقة بالنفس. اللون الثاني هو اللون الأصفر، لون الشمس والدفى. هيدا اللون ظهر بتدرجات كتير كبيرة وواسعة، يعني من الدرجة القوية المشبعة للدرجة الفاتحة اللي هي بتشبه لون الزبدة. الأزرق من أحلى الألوان وقليل كتير ما بيغيب عن الموضة باختلاف تدرجاته. الأزرق اللي ظهر هالسنة بقوة كان اللون الأزرق الجليدي. هيدا لون رايق وهادي وبيوحي بالهدوء والأنوثة. أما الأخضر فكان بدرجة زيت الزيتون. طبعا أنا كلبنانية زيت الزيتون كتير عزيز على قلبي، ولون زيت الزيتون من الألوان المحببة كتير لإلي. هو لون شيك ودافي ورائع جدا وبيناسب كتير ألوان بشرة. طبعا لما بنقول خريف وشتاء يخطر ببالنا دغري الألوان الترابية اللي هي لون الطبيعة ولون أوراق الشجر. لون الكراميل أو بالتحديد سلطة كراميل هو لون اعتمده كتير من المصممين لهيدا الموسم. هو لون كتير حلو دافي خريفي بذكرنا بالطعمات الحلوة. في لون كتير مميز لهيدا الموسم هو لون الفضة الميتاليك. هيدا اللون شفناه بشكل كتير حلو مطبع على بنطلونات الجينز، وشفناه كمان ببنطلونات كاملة بقصة الجينز. هيدا اللون كان ظاهر كتير بكتير من الماركات العالمية. طبعا مثل العادة كان في الألوان الكلاسيكية، لون الرمادي اللي هو صار له فترة مكمل معنا، في الألوان الأبيض والأسود اللي ما بيغيبوا عن أي موسم من مواسم الموضة. من الألوان الثانية اللي كمان اعتمدها كتير من دور الأزياء هو لون البرتقالي أو لون الأورنج. هيدا اللون ظهر بتدرجات كتير مختلفة، تراوحت بين اللون القوي الغني واللون الفاتح اللي هو لون المشمش. هيدا اللون لون حلو وبيلبق لكتير ألوان بشرة. انتو خبروني شو حتلبسوا هيدا الموسم؟